السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه واحسن حال. فيديو جديد ان شاء الله باذن الله، نعمل مع بعض كده وصفه سهله كده وسريعه ان شاء الله باذن الله. بس عايزه قبل ما ادخل في الفيديو اول حاجه نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وكمان عايزه ارحب بحبايبي الحلوين اللي دخلوا معايا وانضموا ليا للقناه. اهلا بيكم، نورتوا القناه وزدتوا ليا اخ واخت وام وجده وصاحبه وكل حاجه. يا رب دايما معايا باستمرار وعلى طول ان شاء الله باذن الله، وتكون القناه خفيفه على قلبكم واكون انا اخت خفيفه على قلبكم. بحبكم قوي، بحبكم في الله. دمتم ليا احلى اخوات واحلى صحاب يا رب ان شاء الله باذن الله. يلا بينا ندخل في فيديو النهارده ونشوف وصفتنا النهارده هتبقى عباره عن ايه. هنعمل مع بعض مكرونه بشاميل بطريقه سهله وسريعه، بدون اي افتكاسات، بدون اي حاجه ممكن ان هي تعوقك ان انت ممكن تعمليها بطريقه سهله وبسيطه خالص ان شاء الله باذن الله. الوصفه بتاعت النهارده تعجبكم ويكون فيديو خفيف على قلبكم. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه عشان نعمل مكرونه بشاميل تكون حلوه وسهله، في كذا تركه كده ناخد بالنا منها. اول تركه منهم ان احنا لازم نضيف قطعه من الزبده او السمنه مع معلقه من الزيت للبصله، عشان ده بيدي تست حلو قوي للحمه. فبدات ان انا اعمل ايه، طاسه ناشفه خالص ما فيهاش اي حاجه، حطيتها على النار تسخن. لازم احطها الاول تسخن، بعد كده بنضيف الزيت. لازم الزيت ينضاف قبل الزبده او السمنه. اول ما الزيت بتاعي بيسخن شويه صغيرين كده، ببتدي انزل بقى بمكعب السمن، مكعب الزبده او معلقه السمنه. وبعد كده انا قطعت البصل بسكينه عادي خالص على ايدي، ما حبيتش استخدم الكبه عشان ما كنتش حابه البصل يبقى ناعم قوي. انا ما كنت عايزاه يبقى ظاهر نوعا ما معايا في اللحمه، ما يبقاش اللي هو حاجه مفرومه خالص ناعمه وداخله قوي في اللحمه فمش باين. فحبيت ان انا اعمله كده بالسكينه على ايدي وسهل جدا. لو مش بتعرفي ان انت تتحكمي في البصل تقطعيه كده على ايدك زي ما انا عملت، عادي خالص اقسميها بالنص وممكن تقطعيها بكل سهوله على القطاعه، على البلانشة بتاعه التقطيع. بيتقطع معاكي برضو، بتاخدي نفس النتيجه برضو. بعد ما عملته كده على ايديا زي ما شفتوا، بدأت ان انا اضيفه. كانت السمنة والزيت كانوا سخنوا كويس على النار، بدأت اضيفه على طول في الطاسة. هقطع جنبي برضو فلفل كده. الفلفل ده مش حراق، الفلفل ده بارد. فانا هحتاج ان انا استخدم معلقة من الشطة عشان اوازن شوية الطعم. نوعا ما مش بنحبها تبقى باردة قوي. بدأت احمر البصلة، وتحمير البصلة مش هيبقى تحمير غامق. ممكن في ناس بيحبوا الاول يضيفوا اللحمه، لا انا العكس، انا بحب احمر البصله الاول. ممكن لو مش عايزاها في الصيف في الحر الشديد مش ببقى حابه البصله تبقى محمره، فبضيف اللحمه في الوقت ده. بضيف اللحمه. اما في التوقيت اللي احنا فيه ممكن احمرها سنه كمان تاخد اللون الذهبي الفاتح، وبعد كده ببتدي اضيف اللحمه. طبعا اعملي بقى الكمية اللي تناسبك، على حسب عدد افراد اسرتك. مش لازم تعملي كمية كبيرة، او مش لازم نفس الكمية اللي انا عاملاها. انا ده كان حوالي 300 جرام كده من اللحمة المفرومة، ربع كيلو كده وشوية. واستخدمت حوالي كيلو الا ربع من المكرونة. كانت حلوة وكانت لذيذة، واللحمة فيها كانت مظبوطة جدا. بعد ما شوحت كده اللحمة مع البصل دقيقتين، بدأت بقى هنزل بالبهارات بتاعتي. دي البهارات اللي احنا عاملينها مع بعض، البهارات المشكلة اللي عاملينها. اللي ما شافش الفيديو بتاعها هسيبه لكم، هيظهر معاكي دلوقتي في الاي فوق، وكمان هيظهر معاكي في اخر الفيديو. ادخلي وشوفيه وان شاء الله باذن الله تطبقيها وتعجبك. لو مش متاحه البهارات دي، ممكن تضيفي معلقه من السبع بهارات او اي بهار مشكل عندك. بعد كده بدات اضيف معلقه صغيره من الفلفل الاسود. هقلب اللحمه بتاعتي كويس مع البهار والفلفل الاسود، وبعد كده هنزل بيه معلقه من الشطه والفلفل بتاعي. زي ما قلت لكم الفلفل ده مش حراق، الفلفل ده بارد. فاحتجت ان انا استخدم معلقه من بودر الشطه او الشطه البودر اخدت معلقه من الشطه البودر وضفت الفلفل الاخضر، وبدات ان انا اقلبهم كده مع بعض كويس جدا. اول ما احس ان اللحمه خلاص اتشوحت معايا كويس قوي، هبتدي انزل بعصير الطماطم. انا كنت خافقه كده 3 طماطمات، مش كتير، 3 بالظبط، كنت خافقاهم كده بالهاند بلندر. بدات انزل بيهم على اللحمه على طول.
بسيب كده الطماطم مع اللحمة حوالي 5 دقايق، دقيقتين 3 كده، وبعد كده ببتدي اضيف الملح. اول ما بتغلي معايا كده واحس ان هي خلاص ابتدت تتسبك، ببتدي اضيف الملح. وضيفي طبعا الملح المناسب للكمية اللي انت عاملاها، يعني انا حوالي ضفت معلقة صغيرة من الملح. تركايه بقى حلوة قوي للمكرونة البشاميل، اول ما الصلصة بتاعتك تبتدي تتسبك بالشكل اللي انت شايفاه، هبتدي ان انا هضيف مكون صغير خالص بس بيفرق خالص في طعم المكرونة البشاميل. وكمان عشان الصلصة، يعني عشان يعادل حموضة الطماطم والصلصة، فهضيف معلقة صغيرة من السكر. معلقة صغيرة خالص، يعني بصوا المعلقة اساسا بتاعت البهارات اللي هي الصغيرة خالص. ضفت معلقه من السكر وقلبت كويس جدا. وبعد كده يعني عادي ان انتي تستخدميها كده. انا هنا كنت حابه ان انا اوريكم ان هي خلاص هي كده اتسبكت، بس ما نشفتش قوي، يعني لسه فيها صوص بيغلي كده، فانا حابه انشفه شويه كمان، فحطيته جنبي على العين التانية هتنشف معايا شويه. وهنا كان معايا لبن انا كنت غلياه من قبليها بيومين يعني، كان موجود عندي في التلاجة. وبدأت هبتدي اعمل بشاميل، بس هعمله على البارد. بشاميل على البارد يعني ايه؟ يعني مش هحمر الدقيق، انا هضيف الدقيق على طول على اللبن، وهبتدي ان انا اعمل بشاميل على البارد. بيبقى هادي، ما بيبقاش حامي على يعني عليكي كده وانتي بتاكلي، ما تحسيش بحمو وانتي بتاكلي، فبيبقى طعمه حلو وهادي ومناسب قوي للصيف. يعني طول الصيف مش بعمل بشاميل المحمر. البشاميل المحمر ده انا بعمله في الشتاء. انا هنا كنت حابه اوريكم ان انا بقلب وبعمل كل حاجه والنار مطفيه، عشان ما تفتكروش ان انا مولعه النار. طبعا لو ولعتي النار، لو شغلتي النار، اللبن هيسخن معاكي. لو نزلتي بالدقيق، الدقيق هيكلكع. تعالوا بقى نشوف احنا عملنا ايه. اول حاجه معايا كيلو من اللبن، كيلو من اللبن الحليب، كنت غلياه قبليها بيوم او يومين، يعني كان عليه قشطه على الوش، فخدته بخيره كده زي ما هو. كيلو من اللبن الحليب، ضفت عليه 6 معالق من الدقيق، وذره شويه كده من الملح، ربع معلقه من الملح. قلبتهم كويس مع بعض، خفقتهم كويس جدا. واول ما اتاكدت ان الدقيق معايا خلاص مش مكلكع او مش ظاهر معايا وداب كويس جدا، بدأت انزل بمعلقة من السمنة. وفي المرحلة دي حطي السمنة زي ما انت عايزة. لو انت اللبن بتاعك ما شاء الله اللهم بارك عليه خير وقشطة كتير، مش حابة تزودي سمنة فما فيش مشكلة. انا اللبن كان عليه قشطة، فحطيت معلقة سمنة مش كبيرة، معلقة سمنة صغيرة، وبتخفقي كويس جدا. سر البشاميل الحلو ان ايدك على طول تبقى فيه، اخفقي فيه طول ما هو على النار، انتي ايدك شغاله فيه. اول ما الدقيق معايا وداب كويس مع الحليب على البارد، رفعته بقى على النار وبدات اقلب فيه لغايه ما القوام بتاعه وصل الشكل اللي انتوا شايفينه. بس كده هنا بدأ يغلي معايا دقيقتين بس 3 بس، خفق كده سريع بعد ما بدأ يغلي. وبعد كده خلاص هطفي عليه. قوامه كده بالنسبة لي حلو قوي. نص كيلو اللبن بتضيفي له 3 معالق من الدقيق وذرة ملح ومعلقة سمنة صغيرة. انا عشان عاملة كيلو من الحليب فضفت عليه 6 معالق من الدقيق، وربع معلقة من الملح، وكمان معلقة سمنة كبيرة. خلاص كده البشاميل معايا كان جاهز. بدأ وكمان العصاق كان بيتسبك اكتر، كنت عايزه انشفه اكتر شويه. معايا بقى حله تانية على النار فيها ميه مغليه، ضفت ليها معلقه ملح واحده، وهبتدي اضيف المكرونه بتاعتي. تركايه برضو حلوه قوي المكرونه بشاميل، انا بحط المكرونه في الميه السخنه بتغلي غلوه واحده يا بنات، وبطفي عليها غلوه واحده بس يا بنات، مش بكتر عن كده. بطفي عليها بغطيها دقيقتين 3 وبعد كده بصفيها، لان ما تنسوش ان المكرونه بشاميل هتكمل سوا في الفرن، فما ينفعش تسلقيها سلقه كامله على البوتاجاز، يعني لازم تبقى مسلوقه ربع سلقه بس، كفايه جدا عليها. غلوه واحده بس في الميه، طفي عليها وغطيها دقيقتين 3 وبعد كده صفيها. بتبقى احلى واطعم، وتحسي ان المكرونه مش عجين ومتماسكه كده وشكلها باين. بدأت بقى خلاص صفيت المكرونة بتاعتي وجبت قوالب البايركس اللي انا هشتغل فيها. عادي اعملي في صينية ألمونيا، انا بس عشان التصوير عشان اوريلكوا بس. فبدأت اعمل في الصواني البايركس، مع ان حجمها صغير فاضطريت ان انا اشتغل في 2. اما لو كنت هعمل في صينية مستطيلة ألمونيا او مدورة او ايا كان، كانت طبعا الكمية دي كلها هتيجي معايا في صينية واحدة.
بدأت كده اوزع المكرونه بتاعتي في القوالب البايركس. الرقه من تحت المكرونه، حابه تحط لها طبقه بشاميل مفيش مشكله. انا استكفيت بالبشاميل اللي على الوش. زي ما قلت لكم الصيف خلاص بدأ بقى الحر، فالاكل التقيل بيضايق شويه، فبنحاول على قد ما نقدر ان ايه، مش هنعمل طبقات بشاميل كتير زي ما بنعمل في الشتاء. لا، نخلي الاكل كده هادي وبارد كده عشان يبقى خفيف علينا ناكله ونعرف نتحرك، مش ناكله ونحب ننام. فبدات ان انا اعمل ايه، وزعت كده قلت لكم زي ما قلت لكم طبقه من المكرونه في القاع، وبعد كده طبقه من اللحمه، وبعد كده طبقه من المكرونه على الوش، وبعد كده طبقه البشاميل في الاخر خالص على الوش. بدات ان انا اوزعها بس كويس كده. بصوا البشاميل كان كريمي، كان كريمي كريمي. بشاميل عشان يظبط معاكي ويطلع حلو، ايدك فيه باستمرار طول ما هو موجود على النار عشان ما يكلكعش منك. بس كده ظبطت الصواني بتاعتي وشغلت الفرن على درجة حرارة 200. وهشغل من تحت بس مش هشغل من فوق، شغلت من تحت بس على درجة حرارة 200. الشبكة في الرف الأوسط، وهدخلهم الاتنين مع بعض. واخدوا معايا تقريبا في الفرن حوالي 25 دقيقة او 30 دقيقة، نص ساعة تقريبا. طلعوا معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه. عملنا بقى طبق سلطة لذيذ كده، وحبيت اقرب بس الكاميرا شوية عشان انتوا عارفين ازمتي في التصوير، ان يعني الكاميرا وهي بعيدة مش بتبقى ظاهرة شكل الحاجة قوي. فعملنا طبق سلطة لذيذ كده بالبنجر والجزر كده والخضرة المشكلة. كان تحفة بصراحة. رشة بقى من الكمون ورشة من الخل كده عليها. كانت طبق سلطة يجنن. هنا خلاص المكرونة كانت استوت، وده كان فيديو النهاردة. يا رب الفيديو يبقى خفيف كده على قلبكم، وتبقى وصفة سهلة كده وخفيفة. بصوا كانت كريمي كريمي، كانت حلوة قوي. بألف هنا وشفا يا رب اللي أكل. واشوفكم دايما على خير في فيديوهات جديدة، ومع ألف سلامة.